سمية الألفي اتدفن وابنها مش موجود. أحمد الفيشاوي مش هيحضر تشييع جنازة والدته، مش هيلحق يجي بسبب إنه في أمريكا من كذا يوم، وكان عامل حسابه يقضي إجازة النيوير هناك، بس الأكيد إنه كده مش هيلحق وهيرجع مصر عشان ياخد عزاها. وأكيد أحمد قلبه تعبه بسبب إنه مش هيعرف يودعها. إن لله وإنا إليه راجعون. الفنانة القديرة سمية الألفي رحلت عن عالمنا صباح السبت 20 من ديسمبر 2025 عن عمر نحو 72 عاماً بعد صراع طويل مع المرض. معلومات مؤكدة وتاريخ حياتها. قصة حياتها كاملة. الاسم والولادة. الاسم الكامل: سمية يوسف أحمد الألفي. ولدت في 23 من يوليو عام 1953 في أبو كبير، محافظة الشرقية، مصر. حصلت على بكالوريوس آداب، قسم علم الاجتماع من جامعة القاهرة. بداية المسيرة الفنية: بدأت مشوارها الفني في عام 1978 من خلال المسلسل الشهير أفواه وأرانب، وكانت بداية الانطلاق نحو الأعمال الكبيرة. قدمت أكثر من 100 عمل فني بين السينما والمسرح والتلفزيون. 100 أبرز أعمالها: ليالي الحلمية، الراية البيضاء، بوابة الحلواني، العطار، والسبع بنات علي بيه، مظهر، و40 حرامي دماء بعد منتصف الليل. وسع كده، تعالى كده وسيب كده يا جماعه، لو سمحتوا كده عشان ما حدش يقع على جنب كده. مع المرض بدأت معاناتها الصحية في عام 2017 إثر إصابتها بمرض السرطان ورم نادر، مما تسبب في ابتعادها عن الساحة الفنية. خضعت لأكثر من 7 عمليات جراحية دقيقة في مصر وألمانيا والولايات المتحدة وسويسرا. في عام 2022 كشفت عن خضوعها لعمليات استئصال أورام خبيثة في الثدي والغدد الليمفاوية، واستمرت في جلسات العلاج الكيماوي والإشعاعي، وأعلنت في عام 2023 تعافيها. لكن المرض عاد مرة أخرى في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى تدهور حالتها الصحية حتى وفاتها. آخر ظهور لها ظهرت لآخر مرة علناً في أكتوبر 2025 وهي تزور موقع تصوير فيلم سفاح التجمع دعماً لنجلها أحمد الفيشاوي. مصر تايمز: الوفاة والجنازة. توفيت صباح 20 من ديسمبر 2025 في مستشفى بمنطقة المهندسين، الجيزة، بعد وعكة صحية، وتم وضعها على أجهزة طبية قبل رحيلها. تقام صلاة الجنازة عصر اليوم السبت في مسجد مصطفى محمود بمنطقة المهندسين. سمات في شخصيتها ومسيرتها: كانت تعرف بأدائها الهادئ والقدرة على تجسيد أدوار متنوعة بين الكوميديا والدراما. أحبها الجمهور لصدق الأداء وطبيعتها القريبة من المشاهد. حرصت دائماً على الاستقلالية والخصوصية رغم شهرتها، وبقيت شخصية محبوبة ومتألقة حتى النهاية. ما تنسوش لايك وسبسكرايب لكل ما هو جديد لحضرتكم. شكراً للدعم.